عاجل ظهور تفاصيل جديدة تكشف عن مصير اليوتيوبر المختطفين في صنعاء. تفاصيل خطيرة. للمزيد من الأخبار لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. أعلن محمد علي الحوثي القائد في جماعة أنصار الله الحوثية أن اليوتيوبر اليمني مصطفى المومري والناشط الإعلامي أحمد حجر والناشط علاوة والذين يقبعون في سجونهم يقبعون ويخضعون لدورات دينية بعد انتقادهم لفساد الجماعات الحوثية دون دليل مسبق وإشادتهم بنظام الرئيس صالح. وقال الشقيق لمصطفى المومري في تغريدة على حسابه في تويتر أن أخاه في ورشة طائفية أو دورة ثقافية وهو ومجموعة من الإعلاميين. وأضاف عمر المومري القول ما فيش أي قلق محاولا تطمين أصدقائهم المعجبين بهم. وتم دخولهم السجن اليوتيوبر أحمد حجر ورفقائه مصطفى المومري وعلاوة بعد انتقادهم فساد الحوثيين والإشادة بنظام الرئيس الراحل علي عبد الله صالح تحت عنوان سلام الله على عفاش. وتزايدت الدعوة الشعبية المطالبة بالخروج على الحوثيين بعد أن استطاع الناشطين اليمنيين من كسر حاجز الخوف وسط توقعات بخروج مظاهرات شعبية مدفوعة الثمن من قبل خلايا عفاشية. كما أجبرت جماعة أنصار الله الحوثية من قبل قيادات كبيرة منها وزير أعلام الشامي والعزي نائب وزير الخارجية ومسؤول ملف الأسرى وآخرين لأخذ دورات طائفية بعد اتهامهم بالتعاطف مع السعودية بعد فوزها على الأرجنتين في مباريات كأس العالم 2022 والتي أقيمت في قطر.